أرسنال بعد البداية العظيمة جدا مع أرتيتا، وبعد الفوز على ليفربول، وبعد الفوز على مانشستر سيتي وتشيلسي، والفوز بالاف اي كاب في آخر حاجة خالص في الموسم اللي فات، بيبدأ كمان الموسم بتاعه فوز مهم جدا. حتى لو احنا اتفقنا ان هي بطولة ودية أكتر منها رسمية، وهي الدرع الخيرية، والفوز على ليفربول بطل الدوري. وقدر كمان انه يقدم ماتش عظيم جدا، رغم ان هو فاز بالبلانتيات، بس ما يهمناش الكلام ده. وما يهمناش برضه ان هي بطوله وديه، احنا بنتكلم ان ارسنال قدم ماتش مهم جدا، وقدر ان هو يفوز على فرقه كبيره، بدأ الموسم بفوزين كمان في الدوري. فكل الامال، وطبعا الصفقات اللي جت كمان، يعني نتكلم بقى عن الصفقات، جابرييل ومش عارف ويليان اللي جاي من تشيلسي، والمفروض ان ويليان ده يعني المفروض ان هو حاجه، المفروض كان حاجه، يعني ما اعرفش ايه اللي حصل له. وتوماس بارتي بقى، وهنعمل وهننافس وي وي. دخلنا تاني في الدوامة، دخلنا تاني في الماتشات اللي احنا عارفينها كويس. البداية طبعا كان في ماتش ليفربول كالعادة 3-1 المعروف، ماتش 3-1 ده يا جماعة يعني قانون ماتش الانفيلد ده. بعد كده بتخرج بقى منه على فوز، على خسارة، على تعادل. بس الحاجات دي ما حصلتش معانا السنة دي، لان احنا دخلنا في خسارات بس، يعني احنا بقى نخسر من طوب الارض حرفيا. حتى الفرق اللي هي عمرها ما كسبتك في الامارات، زي ليستر مثلا، او على حد ما انا افتكر يعني ليستر ما كسبناش بقالنا فتره، وولفز نفس الكلام. وولفز كسبت وليستر كسبت وبيرنلي كسب يعني بيرنلي كسب ارسنال في الامارات. وتعادلنا مع ساوثهامبتون بالعافيه، وجايبين احنا جون التعادل، وكنا فخورين جدا. والحقيقه كان ماتشات يعني ما يعلم بها الا ربنا، والحمد لله في الاخر قدر ارتيتا، مش هنقول ان هو يصحح الموضوع قوي، لان الموضوع لسه بدري، مش عايزين برضو نستبق الاحداث ونقول ان خلاص كده، وان احنا الحمد لله وصلنا اللي احنا عايزينه والكلام الجميل ده، لان طبعا لسه بدري جدا على ان احنا نقول كلمة زي كده. ولكن الحقيقة ان انا شايف ان الفرقة لحد ما يعني مستواها عالي، الحمد لله رب العالمين. قدرنا ان احنا نفوز على ماتش مهم جدا زي ماتش تشيلسي، الفوز 3-1، وكان هيتقلب علينا برضه يعني عشان ما ننساش برضه النقطة دي. والحمد لله لانه انقذنا في اخر كام دقيقة. وبعد كده الفوز على برايتون، ماتش برايتون ده ماتش غلس انا ما بطيقهوش، والحمد لله ربنا كرمنا 1-0 لكازيت. وكنا مقدمين برضه ماتش عظيم جدا، ولكن ماتشات رخمة، والحمد لله ربك سترها يعني. وطبعا امبارح يعني المتعة امبارح ارسنال، فكرنا كده احنا ليه شجعنا النادي ده بصراحة. وفوز 4-1 4-0، وهتقول لي بقى اصل وست بروم وبينافس على الهبوط والكلام اللي ماليش دعوة يعني. احنا الفرقة دي يا جماعة ياما عانينا قدامها، ارتيتا ذات نفسه كان جايب جون في نفسه واتطرد في نفس الماتش ده، فقدام وست بروم. فوست بروم من الفرق الغلسه جدا اللي انا ما بحبهاش اصلا، والحمد لله ربك امبارح سترها معانا وفوزنا واداء حلو، والمعنويات ارتفعت واتعشمنا. وهنا بقى نبدأ نتكلم ونشوف هل المشاكل اللي احنا شفناها على مدار النص الاول من الدوري، او النص الاول من السيزون كله، اتحلت ولا لا. والحقيقة احنا لو جينا نحصد المشاكل، احنا محتاجين حلقات كتيرة جدا نتكلم فيها، ولكن يعني نحاول نلخص كده المشاكل. في المشاكل طبيعية هتكون مشاكل اللعيبة، كان عندك مثلا مشكلة زي مشكلة مسعود أوزيل وسقراطيس، اللي انت ما تمش قيدهم معاك لا في البطولة المحلية ولا في البطولة الأوروبية. وهنا هنبدأ نتكلم هل كان ينفع بصراحة سقراطيس باباستاتوبلوس كمدافع، فهو لا يصلح لأن يكون مدافعا في الدوري الإنجليزي ولا الشامبيونشيب. فحتة إن هو يبقى بره القايمة دي، مش شايف إن هي كان العيبة إن أنت أصلا ما سرعتوش من الصيف. العيبة إن أنت كان جايلك فرصة إن أنت تخلص منه، ولو هتخلص من مرتبه بس، وانت ما قدرتش تعمل كده. ودلوقتي في كلام ان انت هتخرجه على سبيل الاعاره الست اشهر الباقيين له، وبعدين هينتهي عقده، اللي هو نفس التسريح بتاعتك اللي انت ما عملتهاش. دي حاجه برضو مضايقاني جدا من الاداره، ان انت كان من الاول كنت خلصت من وجع الدماغ ده. وطبعا المشكله الكبيره اللي ممكن نتكلم فيها هي مشكله مسعود اوزيل. مسعود اوزيل كلاعب كوره، في ناس بتختلط عليها الامر وانا منهم بصراحه. ودي آراء في الأول والآخر. مسعود أوزيل في ناس بتقيمه على أدائه مع ريال مدريد، أو أدائه في أول كام موسم مع الأرسنال، أو ممكن نقول لحد كأس العالم، يعني زي ما الحلقات الكتيرة جدا اللي طلعت على مسعود أوزيل، سواء من مروان سري أو من ممدوح نصر الله اللي اتكلموا فيها، وبصراحة مش عايز أعيد كلامهم تاني، بس حلقاتهم عظيمة لو عايز تفهم المشاكل بتاعت أوزيل كلها جاية منين. فإحقاقا لحق أوزيل من بعد كأس العالم 2018، مش هو مسعود أوزيل اللي احنا اشتريناه بصفقة قياسية بالنسبة لنا الحمد لله يعني. قدم ما قدمه، ولكن في الآخر مش هو أوزيل. والحقيقة إن أنا شايف إن أرتيتا حاول إن هو يطلع من أوزيل حاجة. شايف إن هو مش حتة إن هو ماشي، يعني طبيعي إنه لاعب زي أوزيل على الأقل هيبقى على الدكة، على الأقل هيبقى في القايمة،
ولكن اظن ان الموضوع اكبر من حتة ان النادي بيعاقب او الكلام ده، ما اعرفش بصراحة. وفي الاول والاخر اوزيل لن يلعب في ارسنال مرة اخرى، وبالتالي انا مش عايز اشوفه اصلا سواء في القايمة او حتى في الفرقة. يعني طالما هو مش هيلعب تاني، فنحاول ان احنا يعني نحلها ودي بقى، ويتكل على الله من شيت دلوقتي عشان نخلص منه. برضو احد المشاكل اللي كانت بتقابلني انا مع ارتيتا هي يعني مشكله ويليام صليبا. ويليام صليبا المدافع الشاب اللي محدش يعرف، اللي جاي من ساتيتيان ب 40 مليون او 30 مليون، باين لا 30 مليون، بعد منافسه مع كذا فرقه منهم توتنهام اللي كان عايزه اهتمام جدي ان هو كان هيدفع ويجيبه. وانت قدرت ان انت تفوز بالصفقه دي. اول سنه كان اعاره مع سانت تيان، قدم نص موسم تقريبا، والنص الموسم التاني كان مصاب، وبعدين التوقف بتاع الدوري الفرنسي، وبعدين رجع لك. والمفروض ان هو كان اللي هيعتمد عليه اصلا جنب جابرييل، وقلنا طبيعي واللغه والكلام ده، وهيبداوا يلعبوا مع بعض والكلام الجميل ده. ولكن اللي حصل اللي احنا ما نعرفوش، اللي انا يعني يعني هفتي شويه، او يعني هعمل فيها المحقق كونان كده واعرف هو ليه ارتيتا ما بيعتمدش على ويليام صليبا. هكتشف ان كان في ماتشين بعد الماتش بتاع الكوميونتي شيلد قدام ليفربول، اللي كان ماتش منهم قدام استون فيلا، وماتش قدام كيو بي ار اللي اتلعبوا خلف الاسوار المغلقه اللي ما تمش اذاعتهم اصلا. الماتشين دول كان ويليام صليبا اساسي فيهم. وسمعنا كلام من الصحفيين ان نتائج الماتشات دي ما كانتش احسن حاجه، لان ماتش تقريبا خسرنا 4 وماتش خسرنا 3. فهل ارتيتا في الماتشات دي شاف حاجه من ويليام صليبا؟ شاف مثلا ان هو مدافع مش مهيأ، رغم ان انا ما اظنش قوي. بس في كلام انه شاف حاجه مش احسن حاجه من ويليام صليبا. ممكن يكون شافها في التدريبات، ممكن يكون كان شاف سلوك من اللاعب معين. ولكن خلينا نستبق الاحداث. ويليام صليبا كده كده هو مستقبل ارسنال، كده كده هو هيكمل معانا، سواء خرج اعاره دلوقتي او لعب من النص التاني. اتمنى بصراحه انه ياخد فرصه، لانه احسن من اللي عندك، او من العاهات اللي عندك، العاهات اللي بتتمثل في واحد زي شيغاردان مصطفي وديفيد لويز والكلام الجميل ده. فدي برضو كانت مشكلة بالنسبة لأرتيتا. والمشكلة التالتة طبعا والأهم هي مشكلة تكتيكية بحتة، لأن أرتيتا بصراحة بعد الاعتماد على ال3-5-2، أو بعد الاعتماد على 3-4-3، أيا كان، على التلاتة ورا من الآخر، شوف أنت عايز بتسميها إزاي، بدأ مفهوم صانع اللعب بالنسبة له يتلخص في الوينجين بتوعك هم أهم اتنين في الملعب بالنسبة لك، هم اللي بتطلع عليهم، هم اللي بيلعبوا في الهاف سبيسز والمساحات. الكلام اللي احنا بنقعد نسمعه من التكتيكات بتاعت اي حد بيتكلم في تويتر يعني بس انا ماليش فيها بصراحة قوي يعني. بس ايا كان يعني، الجناحين بتوعك اللي كانوا ويليان الاساسي بتاعك، والناحية التانية كان اوباميانج، ما كانوش احسن حاجة، ما كانوش هم اللعيبة اللي بتطلع عليهم اصلا. ويليام من ساعة ما جه من تشيلسي مش احسن حاجة. ويليام ما قدمش بربع جنيه مثلا حاجة اصلا. نفس الكلام على اوباميانج زي ما اتفقنا، داخل في يعني في موال ازرق، ربنا يستر بس كده ويفوق منه، مش عايزين نخسر لاعب بحجمه. وفي نفس الوقت الاحتياطيين بتوعهم نيكولاس بيبي، الحمد لله رب العالمين. مش عايزين يا جماعه نعترض على نيكولاس بيبي. نيكولاس بيبي الحقيقه يعني ايه، مش عارف هل هو اللاعب اللي عنده بوتنشال ان هو يبقى جناح اساسي بس بصراحه بعد مستوى بايوكو ساكا، بالنسبه لي نيكولاس بيبي بقى يعني حاجه بجد اقل بكتير جدا، اقل بكتير جدا، رغم ان هو اعلى صفقة في تاريخ النادي. والحمد لله ارسنال ما بيجيبش لاعب بسعر كبير وبينفعه، بس الحمد لله رب العالمين. وبعد كده هنيجي بقى على المشاكل التكتيكية التانية طبعا، وهي عدم الاعتماد على صانع لعب واضح. وده طبيعي، لان انت اصلا كنت طول الصيف كان في كلام على حسام عوار، وما جاش حسام عوار، وبالتالي فانت اصلا مش هتأيد اوزيل. وجو ويلوك ده يعني يا جماعه مش لاعب كوره، او مش بلاش مش لاعب كوره، مش اللاعب رقم 10 الكرييتيف اللي هيعمل. جو ويلوك ده ممكن يطلع اعاره مثلا وبعدين يرجع يتباع، يعني ساعتها هنستفيد جدا منه. ولكن بصراحه مش هو اللاعب اللي يقود الفرقه. كنت فاكر ان ويليان هو اللي هيلعب رقم 10 مع ارسنال، وبيب يلعب والكلام الجميل ده، بس كنا شباب يعني. فعشان كده دلوقتي الحل اللي وجد وهو سميث رو. سميث رو من نوعية اللعيبة اللي عينك تحبها. سميث رو من نوعية اللعيبة اللي انا كنت يعني دلدلت لساني انه يلعب، بس طلع كان مصاب وبعدين رجع من الاصابة وكان خايف عليه والكلام الجميل ده. سميث رو في الثلاث ماتشات اللي فاتوا عامل 4 اسيستات،
بعيدا عن رقم الاسيستات، سميث رو عامل 11 فرصة محققة للتسجيل في الفترة اللي فاتت. دي تبين لك قد ايه الراجل ده مؤثر وهو عنده 20 سنة في 3 ماتشات اولهم كانوا قدام تشيلسي. فالحقيقة انا بصراحة مبسوط جدا 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 بمستوى سميث رو، بمستوى ساكا وطبعا مارتينيلي، اللعيبة الشباب. الحل اللي ارتيتا لقاه واللي اتمنى ان هو يتم الاعتماد عليهم بشكل اساسي. ما ينفعش حتى بمستوى مارتينيلي الحالي يقعد دكة، حتى لو الاوباميانج، ولا طبعا سميث رو ولا بايوكو ساكا. فدي كانت مشاكل ارسنال الفترة اللي فاتت، مشاكل كبيرة جدا، سواء بقى في التغيير في التشكيلة، سواء مع اللعيبة، سواء مع كل حاجة. وطبعا طبعا لن نغفل عن مشكلة هي مشكلة الإدارة. ولكن بصراحة الكلام اللي طالع دلوقتي إن الإدارة لحد دلوقتي لسه هتبدأ مهامها من الشتاء ده، لأن هي ما كانتش الخطط مرسومة للصيف اللي فات أصلا. وإن الشتاء ده والصيف الجاي هي بداية إيدو جاسبر، المدير التنفيذي او المدير التقني للارسنال. وهنشوف الكلام حلو، الكلام ان احنا هنبدا نفضي الفرقه، لان فعلا الفرقه فيها شويه لعيبه ما تستحقش اصلا ان تكون موجوده. والامثله موجوده زي مثلا سقراطيس، زي مصطفي، زي كولازيناك اللي تم الحمد لله اعارته وهيتم بيعه في الصيف. مسعود اوزيل ومشكلته المفروض خلاص كده انتهى الموضوع. ففي لعيبه كتير جدا خارجه. في كلام كبير جدا على خروج بيلرين اللاعب اللي لا يفقه معنى الدفاع. بيلرين هو اللاعب تيو والكوت في الباك اليمين. لو تفتكروا تيو والكوت، فهو تيو والكوت بس باك يمين. يعني هو اللاعب اللي ماتش يحسسك ان هو خليفة تييري اونري، والماتش التاني يحسسك ان هو ايوبي. يعني هو ما كانش فيه منه رجا، ومن الواضح كده ان هو ايه مش هيكمل معانا اساسي. وهو الحقيقة الاخبار بتاعته وخروجه في الصيف الجاي وهيتم استبداله بطارق لامتي، انا هكون مبسوط جدا لو الموضوع ده تم. فالفرقه الى حد ما هتبدا تتخلص من العاهات اللي احنا ياما قلنا ان هم خلاص جابوا اخرهم معانا. ودي هتبقى حاجه مبسوط جدا ان انا اشوفها في النادي بتاعي. وبرضه في نفس الكلام دلوقتي على الشتاء، ان انت لسه في الميركاتو مستني ان انت تجيب لاعب كرييتيف. هل الموضوع ده هيقل السعي بتاع ارسنال بعد الاداء الكبير جدا لسميثرو؟ حقيقة سميثرو لعيب كويس جدا جدا، مقدم ماتشات هايلة جدا. ولكن ما اظنش ان قدوم لاعب صانع لعب معانا مش هيبقى صانع لعب بس، لان خلاص جو ان في لاعب نمرة 10 بس كده ده انتهى اصلا. يا اما تبقى صانع لعب وجناح، صانع لعب ونمرة 8. مفيش حد صانع لعب بس كده في الدنيا دلوقتي خلاص. فالارقام والكلام اللي طالع على بوينديا بتاع نورويتش، لعيب كويس جدا ويقدر يلعب نمرة 8. يعني يقدر يلعب تحت جنب توماس بارتي. توماس بارتي بالمناسبة احنا ما كناش توماس بارتي اللي جاي بصفقة قياسية برضه 50 مليون كاش في الشرط الجزائي بتاعه. وفي نفس الوقت لسه ما بدأش غير ماتشين ونص معانا بس. يعني توماس بارتي إضافة كبيرة جدا لينا، ولسه ما بدأش معانا، لسه اصلا ما خدش فرصة. وشفنا الماتش بتاعه العظيم قدام مانشستر يونايتد. وعشان كده لسه بدري جدا، لسه في حاجات كتير جدا موسم ارسنال مخبيها. اولها بدأ يظهر من سميث رو ومارتينيلي، وان شاء الله هيكملها بارتي. ولكن بالرجوع تاني للصفقات، فالكلام برضو على بوينديا، الكلام على جوليان براندت بتاع دورتموند، هيبقى صفقة عظيمة جدا لو جت، سواء في الشتاء او هتجيبها بقى في الصيف الجاي. ولكن بصراحة انا شايف ان انت محتاج لعيبة، او محتاج تخرج اللعيبة اللي انت مش هتعتمد عليها وتبدأ تعتمد على اللعيبة الشباب اللي هم فعلا يستحقوا. يعني انا بتضايق جدا 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 ان موهبة زي بالوجين، مهاجم الشباب، مهاجم عظيم، تحركاته عظيمة. حتى ماتشات اليوروبا ليج اللمسة بتاعته مهاجم يا جماعة، عن مثلا واحد زي نكيتيا. يعني حتى هو كستايل لعب وككواليتي لعب هو أعلى من نكيتيا. وهتضايق جدا لو خرج مجاني بصراحة، وأتمنى تجديد عقده، وأتمنى إنه ياخد فرصة إنه يستحق الحقيقة دي. على الأقل في ماتشات الكاس. أنت عندك ماتش كاس قريب قدام نيوكاسل، أنا مش مستني منك حاجة غير إن أنت تلعب بالشباب أصلا. فالحقيقه ماتش هيبقى مهم جدا ان انت تفوز، او مهم جدا انك تشارك اللعيبه دي محتاجه انها تشارك، محتاجه انها تلعب اكتر، محتاجه ان انت تبدا تطلع بدل الساك 4. وانت عندك
انت عندك مواهب شابة بدأوا يبانوا. بدأ يعني ميجيل عزيز خط النص هو لعيب رهيب، لعيب تقيل كده على الكورة بصراحة. بين كورتنيل لعيب كويس قوي، لعيب كويس قوي قوي، يعني حاجة كده عاملة زي ساكا بالظبط، بس واد جميل كده والله العظيم. شفت له كام ماتش كده مع ريزيرفس، حاجة عظيمة. فالفرقة مليانة لعيبة، واحنا عندنا أكاديمية يعني بسم الله ما شاء الله، خامات مبشرة جدا. فده بقى وقتها، يعني انت خلاص اللعيبة الكبيرة خذلتك، اللعيبة الكبيرة ما عملتلكش حاجة، فده وقت اللعيبة الصغيرة. ده وقت ان انت تبدأ تعتمد على الشباب شوية، مع اضافة اللعيبة اللي تقدر تخدم منظومتك واللي فعلا انت محتاجها. يعني اللاعب اللي هيلعب جنب توماس بارتي ما ينفعش ان هو يبقى تشاكا، ما ينفعش ان هو يبقى داني سيبايوس. لو انت بتتكلم عن مشروع مستقبلي ليك، لو هتتكلم مثلا انت محتاج مهاجم، ما ينفعش ان هو يبقى غير لاكازيت في اعلى مواسمه وفي اعلى ادائه اللي هو بيقدمه دلوقتي. لكن لاكازيت لو رجع تاني الدروب بتاعه، ما ينفعش هو يبقى مهاجم ارسنال. مشكلة ارتيتا ان هو حاطط استراكشر وحاطط اداء، ما ينفعش ان في لاعب فيهم يبقى اقل من المنظومة اللي ارتيتا حاططها. لان الموضوع كبير، الموضوع محتاج شغل، ومحتاج ان كل قطعة بازل تبقى في مكانها، لان الموضوع فعلا صعب جدا. ارتيتا هو مش هنقول ان هو مصعبها على نفسه اكتر مما يمكن، ولكن فعلا لما الفرقة بتبقى فايقة واللعيبة دي بتبقى جاهزة والبازل متركب صح، بتشوف عظمة. ماتش تشيلسي كان عظمة، ماتش ويست هام كان عظمة، ماتشات كتيرة جدا قدر ان هو يفوز بيها بأقل كمان من الشغل الهجومي ده. واللي شفناها مثلا ماتش بتاع ليفربول، ماتش بتاع مانشستر يونايتد، تشيلسي في الكاس، الكلام ده، الماتشات دي عظيمة جدا. ولسه بدري قوي الحكم على ارتيتا بصراحة. وانت شفت منه حاجة، شفت منه حاجة، وفوزه بالكاس ده لوحده يبين لك ان هو مش مدرب ما يتصبرش عليه. لا يتصبر، انت اصلا ارتيتا لحد دلوقتي لسه ما كملش الموسم بتاعه، وانت دلوقتي على بعد 3 نقط من المركز السادس. يعني فوزك في ماتش كريستال بالاس، فوزك في ماتش ساوثهامبتون، فوزك في ماتش نيوكاسل، اللي كلهم هيبقوا قبل ماتش مانشستر يونايتد اللي في اخر الشهر، بالنسبه لك هيمهد لك الطريق ان انت تكون مثلا مركز خامس، مركز سادس قبل نهايه يناير، اللي انت اصلا كنت شايف ان انت بتنافس على الهبوط قبليه بشهر. فالموضوع انا مش عايز ان احنا برضو نحط الامال وان احنا هنرجع والكلام الجميل ده، ولكن لازم نبقى فاهمين وضعنا كويس جدا. اه احنا طبعا بعيد جدا عن المنافسة، دي حقيقة. احنا بعاد جدا مش بعيد بعاد جدا عن المنافسة، ودي حقيقة. ولكن بصراحة اللي تشوفه من الفرقة دي، وتشوفه كمان من الشباب الفترة الأخيرة، حاجة مبشرة. وبس. يعني انا بصراحة مش حابب ان انا اطرح يعني حلول للمشاكل، انا حابب ان انا اعرضها اكتر، حابب ان انا اسمع ارائكم، حابب ان احنا نتكلم تحت في الكومنتات، نشوف الناس فكرها فين. هل مثلا انت شايف ان احنا محتاجين لعيبة معينة في مراكز معينة؟ هل انت شايف ان احنا الصح مثلا ان احنا نكمل الموسم باللعيبة الشباب ونشوف بعد كده مين هيكمل ومين هيمشي؟ هل انت شايف ان احنا ممكن السنة دي نلاقي نفسنا مركز تالت، مركز رابع، متأهلين للتشامبيونز بعيدا خالص عن حوار اليوروبا ليج؟ هل انت شايف ان احنا موسمنا هيبدأ يرجع تاني للي احنا كنا فيه، وهيبدأ نخسر تاني وبعد ما نخش في جدول الماتشات الصعب اللي هيبدأ طبعا مع بداية فبراير؟ كل الكلام ده انا مستني تحت رأيك، تحت مستني اشوف الناس يعني دماغها فيها ايه. وبصراحة انا متضايق جدا على الفترة اللي فاتت ان احنا ما اتكلمناش مع بعضينا، ولكن لظروف خارجة عن الإرادة وظروف دراسية الحقيقة. كنا بعاد، ولكن إن شاء الله الفترة الجاية هنبدأ نرجع تاني بالشكل ده. أتمنى إن الشكل ده يكون عجبكم، أتمنى الحلقة بتاعتنا تكون يعني لاقت استحسانكم، وأتمنى أكون قلت صح أصلا. شكرا جدا ليكم انتوا لسه مكملين، ولحد ما اشوفكم تاني، ولحد ما نشوفكم بقى في يعني مش عايزين نقول ايه قعده، يعني ممكن خلينا نسميها قعده. بصراحه انا شايف ان انا مثلا قاعد كده وكوبايه الشاي، فدي قعده مع مشير كده لطيفه. تاني ان شاء الله تبقى قريب لو عجبتكم طبعا. فلما نعملها تاني اتمنى ان انتوا تكونوا موجودين، واتمنى لو حد عنده اي اضافة ممكن نضيفها لينا يقولها لنا تحت في الكومنتات. وطبعا لو عجبتك الحلقة تخبط اللايك، موضوع بسيط جدا، وتشترك في القناة. وشكرا جدا لوقتك، والسلام عليكم.